لك حاجه غريبه جدا عشان نخلص البرنامج. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بصفتك زمان إيه؟ الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص انت بتقول إيه يا كابتن؟ تقول حاجه صعبه جدا. بس يعني خلينا نتفق ان ممكن مثلا كابتن فاروق جعفر في الوقت ده ما كانش مركز، ما كانش في وعيه. يعني مش هنحكم برضه من فيديو زي ده. بص يا كابتن، انا واخد ضربه جزاء ازاي يا لا كابتن؟ ضرب جزاء يا كابتن دي ولا الراجل ده لمسني، لكن انا رحت له اهو. بص يا كابتن، اهو انا بروح اخبط نفسي. خدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده، ما فيهمش ولا واحده. ده جميل. لا يعني كده بقى كابتن فاروق جعفر فايق ومركز، يعني ما مش معقوله كل مره يتكلم فيها عن التحكيم يبقى مش مركز. بس برضه مش هنحكم من دي، نشوف حاجه تانية. هدف يا كابتن بالشكل ده واتحسب وكان في سيمي فاينال كاس مصر وكسبنا بسبب الجون ده الكاس كمان. انا على فكره دي ما فيهاش تعديل، ممكن اقول لك اصل ده القانون يتعدل، لا هي ما فيهاش تعديل. كابتن حسن شحاته، يعني ما بجيبلكش اي حد يعني من نجوم نادي الزمالك، فاروق جعفر وكابتن حسن شحاته. بس انت مش هتقتنع برضه صح؟ نشوف حد تاني. بجد والزمالك والله، والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه، اقع في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، خد تعالى اقف، والله اقف، تقف يقول لك ايه، خش ال 18 ارمي نفسك، فاهم؟ رضا عبعال، يعني رضا عبد العال مش مقتنع برضه برضا عبعال. طب اشوف لك حد تاني. وبقول له بين الشوطين حرام عليك يا كابتن، الكوره مش اوفسايد، وبوري له السكرين. نزلت بعد المحاضره بتاعتي بين الشوطين قالوا لي انت مطرود. طب مطرود ليه؟ الراجل بيحسب علينا فاولات عكسيه من اول دقيقه. الجول اللي دخل بتاع الزمالك مش فاول، اصلها مش فاول. قولوا لنا يا جماعه، يعني انا بوجه رساله للمهندس هاني ابو ريده، انتوا عايزين يا جماعه نفضل محلك سر؟ يعني انتوا عايزين الكوره بتاعتنا تفضل محلك سر؟ احنا ناس بنتعب وبنخلص وبنشتغل وما بننامش وكل حاجه، وفي الاخر بيجي حكم مش راضي حتى ان احنا نعمل نتيجه كويسه. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام. كابتن ايمن يعني راجل عنده. كابتن احمد حسام ميدو، يعني واحد انتوا بتحبوه، جبت لك كل اللعيبه اهي. وبرضه لو مش مقتنع عادي ممكن اعمل لك جزء تاني واجيب لك برضه ناس تانيه، لان في فيديوهات تانيه كتير جدا. انا ما رضيتش اجيب لك كل حاجه يعني. فشكرا جدا ليكم.